وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أبناء البطة السوداء. في فيلم مشهور قوي اسمه The Great Gatsby. بطل الفيلم جاتسبي كان عنده كل حاجة تقريبا، فلوس، شهرة، جاه، حياة كل الناس بتحلم بيها. أي حد كان يتمنى بس يعرف مين هو جاتسبي. شخص محير جدا، لكنه كان عايش في ذكرى حب قديم، حب كان بينه وبين ديزي حبيبته الأولى. جاتسبي كان مستعد يعمل أي حاجة عشان يرجع بس لديزي، حتى لو ده معناه إنه يعيش في وهم كبير. كان بيعمل حفلات أسبوعية مجانية في بيته لكل الناس، على أمل بس إن ممكن تحضر ولو في يوم حفلة منهم ويشوفها من جديد. بس المشكلة إن الماضي ما بيرجعش. جاتسبي ضحى بكل حاجة عشان يرجع لحب حياته، لكن في الآخر خسر كل حاجة، حتى حياته كمان خسرها. في حياة كل واحد فينا أكيد عندنا ذكريات محفورة جوانا بتفضل عايشة فينا حتى لو مرت سنين. الذكريات دي ساعات بتكون مصدر السعادة في أوقات كتير، بس في أوقات تانية كتير بتبقى عبء تقيل بنشيله جوانا. الذكريات جزء من حياتنا، لكن لما بنعيش فيها بزيادة بنتوه عن الحاضر وبنضيع فرص كتير جدا حوالينا. الصراع النفسي ده بس مش بيأثر علينا، لأ، لكنه كمان بيأثر على الناس اللي حوالينا. تلاقي نفسك بتبعد عن الناس أو بتتعامل بطريقة بايخة، تتعامل ببرود، وكل ده عشان مش قادر تنسى اللي فات. الذكريات بتأثر على نفسيتك. العيشة في الذكريات بتخليك دايما حاسس بحزن، حتى لو كانت الذكريات دي كانت سعيدة في وقتها. مجرد اللي انت تفتكرها بتندم عليها وبتتأثر بشكل درامي جدا. تبدأ تتجنب الناس أو تتعامل معاهم بشكل جارح من غير ما تقصد، وكل ده بسبب اللي انت مش قادر تنساه. الغرق في الماضي بيوقفك مكانك، يمنعك من انك تتحرك لقدام وتحقق اي هدف من اهدافك. وعشان تتخلص من كل ده، اول حاجة لازم نعملها هي اننا نتقبل ان الذكريات دي جزء مننا، لكن مش لازم تسيطر علينا. نسامح نفسنا على اللي فات ونفهم ان كل حاجة حصلت كانت بتعلمنا حاجة. لو ما كناش مرينا بكل الذكريات دي او بالمواقف اللي مرينا بيها دي، اكيد ما كناش اتعلمنا. نركز على اللي عايشينه دلوقتي عشان هو ده اللي بيشكل مستقبلنا، مش الماضي. نحاول نتعلم من غلطاتنا زمان ونصلحها دلوقتي. نعيش اللحظة ونلاقي السعادة في الحاجات البسيطة اللي حوالينا، ونفتكر كويس ان محدش بيكسب كل حاجة. عشان تكسب حاجة لازم تخسر حاجة. هي الحياة كده، مكسب وخسارة. بس لو حسيت انك مش قادر تحل المشكلة بنفسك، مفيش عيب انك تلجأ لمتخصص نفسي هيساعدك تعدي من الصراع ده وبشكل سليم. في النهاية لازم تبقى فاهم ان الذكريات جزء من حياتنا، بس لازم تعرف ان مكانها في الماضي. كل ما يتعلم تسيب الماضي ورا، كل ما تقدر تعيش حياتك بشكل احسن واهدى. دايما خليك فاكر ان القوة جواك، وانت اللي بتختار تعيش في الحاضر وتستمتع بيه، او تفضل عايش في الماضي وتفقد الحاضر والمستقبل كمان. كده تكون حلقتنا خلصت. انا اسلام عمر، واشوفكم في حلقة جديدة من بودكاست ابناء البطة السوداء.